السلام عليكم. طاجن البامية حاجة كده من الآخر، بصراحة تحفة، واللحمة بتدوب في البق دوب. عملت جنبه ممبار ضاني اللي هو الهنج، والبتنجان اعذروني اعتبروه مقلي او مخلل لان الكهرباء كانت هتقطع فمش هلحق اعمله. هنعمل مع بعض النهارده طاجن البامية بلحمة، مش اي لحمة، بلحمة راس الخروف اللي انتوا بتقرفوا منها او بترموها. هتغسلوها كويس جدا بملح وبخل وبليمون عشان تنزل كل الزفارة اللي فيها. هنديلها غلوة واحدة بس على البوتاجاز او غلوتين لحد ما تطلع بقية الزفارة اللي فيها ونكبها، ونرجع نجيب مية تاني نحط فيها ورقتين لورا بصلة كبيرة حلوة كده للشوربة، وحبهان وفصين مستكة لو عندي، ونحط فيها لما تغلي الراس ونسيبها تستوي. وهستخدم للبامية انا استخدمت على قدي نص كيلو طماطم معصورة ومش صفية، وهستخدم بصلتين هقول لكم للكبيرة وللصغيرة. الصغيرة دي هحطها في وقت معين، والكبيرة هبدأ بيها البامية هقطعها تقطيع كده صغير. انا في الحقيقة بحب اعمل البصل على ايدي، ما بحبش الناس اللي بيحبوا المطبخ هيفهموني، انا بحب اعمل البصل على ايدي. في حاجات معينة بعمل فيها البصل في الكبة، زي مثلا الكفتة، الحواوشي. ولو انتم وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش لايك وشير. يلا بينا. في حلة على النار فيها شوية زيت وحتة سمنة، هنحط البصلة ونصفرها يا دوبك كده تدبل تصفر شوية. في الوقت ده هنزل بمعلقة توم مفرومة، البامية بتحب التوم، انا هستخدم التوم نص الكمية دي، راس تومة. هحط معلقة تومة يا دوبك هتصفر برضو بس بعد ما البصل يصفر، وهنزل باللحمة اللي انا سلقتها وقطعتها يا دوبك هي بتتفك من الراس بتاع الخروف. واللحمة في الوصفة دي تحفة جدا. لحمة راس الخروف ما ينفعش تتعمل غير لا اما في بامية لا اما مع لوحدها كده وتشوح بملح وفلفل وهي مسلوقه وتتاكل، انما ما ينفعش تتعمل في بسله. ممكن تتعمل طاجن لحمه ببصل كده لوحدها. تمام، هدي لها تشويحه كده لحد ما تاخد ريحه البصل، وطبعا رشه من الفلفل. وفي الوقت ده هنزل معلقه صلصه كده حلوه او معلقتين. شايفين ودن الخروف هتبقى قرقوشه حلوه قوي. يا جماعه الناس اللي ما بتحبش لحمه الراس ما تهاجمنيش يا جماعه، الاكل اذواق. في الوقت ده هنزل بالطماطم اللي انا مصفياها وعصراها، وفوقهم كوبايه من الشوربه كده، وهسيبهم يتسبكوا ويقصروا خالص. هظبط الملح بتاعي كده كده اللحمه مستويه، وطبعا حاطه شويه فلفل في الاول. لما الطماطم تقصر معايا هنزل بالباميه المتقمعه، طبعا هي مش مسلوقه لان الباميه صبحه، وهعصر عليها عصره ليمونه واحط قشر الليمونه مفيش مشكله، طبعا ده بيمنع المزلقه او الخيوط اللي بتبقى في الباميه. تمام، في الوقت ده بقى الحاجه دي قسما بالله بتخلي الباميه دي سكر. هتحطي بصلايه صغيره ممكن اصغر من كده، وهتحطي بقيه التوم اللي انت فرمتيه مع حته شطه كده مدقوقه في الهون او معموله في الكب، وهتظبطي بقى دنيتك. هنسيبها بقى تتسبك خالص وتستوي كويس جدا. وبعد ما تستوي معايا هنزل عليها في طاجن وهدخلها الفرن، هولع من تحت ومن فوق عشان تاخد لون حلو كده. وفي كده اكون عملت معاكم وصفة البامية في الطاجن، تحفة جدا جدا جدا. وطبعا زي ما اتعودنا هنجاوب على السؤال اللي فات، عدد تكبيرات العيد. الركعة الأولى 7 تكبيرات، والركعة التانية ركعتين. والنهاردة هنسأل سؤال تاني، سورة ذكر في آخر آية فيها اسم 2 من الأنبياء. اللي عارف الإجابة يكتب الإجابة في الكومنتات. أشوف وشكم بخير، مع السلامة.